ما طبعا مفيش اي فلوجينج النهارده ولا امبارح، وغالبا مفيش بكره برضه. غالبا هيبقى الجمعه والسبت والحد ما اجازه، يعني اعتبروه اجازه من الفلوج. هغير واروح الجيم، اخطف كده تمرين على السريع وارجع اتعشى وانام عشان عندي بكره شغل الصبح. لسه راجع من الجيم، قلت النهارده عشان لعبت رجل، فغالبا اليوم اللي تلعب فيه رجل ده اليوم اللي ممكن تاخد فيه التشيت ميل. فقلت بقى اضرب بيتزا وبطاطس واخربها. بصوا بيتزا هي عمايل ايديا، اخر حلاوه. دي طريقه التحضير اهي. ان شاء الله لما تخلص اوريكم الشكل النهائي. غالبا كده البيتزا خلصت، نطلعها بقى. خليكم انتوا بس هنا دلوقتي. بص اخر حلاوه، الشيف سرحان. دي البطاطس مية مية. وتاكل بقى بالهنا والشفا. اكيد وش طبعا مش انا اللي عاملها. الحمد لله عندي برد بقالي 3 ايام، ظابطني عشان كده مفيش فلوجز اليومين دول. انا ويوسف مرضى. يوسف انت اللي عملت فيا كده. ايوه انت. لا انت اللي عملت فيا كده. انت اللي عملت فيا كده. ايوه انت اللي عملت فيا كده يا يوسف، انت اللي مرضتني. ايه الاخبار؟ الحمد لله دلوقتي احسن بكتير عن الصبح، يعني بقالي 3 ايام البرد مضيعني، فالنهارده الحمد لله اتحسنت. طبعا ال3 ايام اللي فاتوا دول ما كانش في اي تصوير، وزاد عليهم ان امبارح الصبح الكاميرا وقعت فالعدسة باظت، فمش هينفع اصور بيها، عشان كده بصور بالموبايل. الساعة دلوقتي 7. مش عارف، حاسس ان انا عايز اكل حاجة حلوة كده. تفتكروا اكل ايه؟ كنت بقول عايز حاجة حلوة صح؟ هو ده. Sorry about your wait. How many donuts can I get for you? Can I get the choose my own 12? Yeah, cash can. Which donuts would you like? Can I get 4 Biscoff? Yep. Two chocolate chip? Two cheesecake? Yep. And how many There you go. There's a باي باي. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you. See you later. قاعد بالصبح مستني البارسل ده يوصل. مش قادر احكي لكم قد ايه انا فرحان. اخيرا اخيرا هرجع اصور من جديد. الحمد لله. ده الكاميرا، العدسة القديمة الله يرحمها. شوف بقى العدسة الجديدة.
Yeah. Yeah. Bismillah. Look. Hold it. Yeah. ايه رأيك كده؟ آخر حلاوة 100. ناس كتير كانت بتسألني على موضوع السفر وازاي سافرت وايه قصتك والكلام ده كله، فقلت النهارده في الفيديو ده هحكي لكم على الموضوع كله. تعالوا معايا. موضوع السفر جه معايا بالصدفة البحتة. غالبا موضوع اني اسافر واسيب مصر ما كانش اصلا في دماغي. كانت ساعتها ظروف البلد مختلفة، والصراحة انا كنت راضي، وكانت طموحي ان اخلص جامعتي واشتغل واكبر في مجالي. وكنت شايف ان ده ممكن مش مستحيل، لان غالبا عمري ما دورت على شغل وما لقيتش. ما كانش بيفرق معايا نوع الشغل على قد ما انا كنت عايز افضل دايما شغال ما افضل. ما تزهقوش، خلاص قربنا. لحد ما قابلت زوجتي وهي انجليزية مسلمة، ولظروف ما كانش ينفع انها تستقر في مصر في الوقت ده، فقررنا ان احنا نبدأ حياتنا في انجلترا. وللأمانة موضوع الفيزا في الوقت ده كان سهل جدا، ما كانش معقد زي دلوقتي، ودي كانت الخطوة الأولى. كده احنا وصلنا. انا جبتكم هنا ليه؟ جبتكم هنا لسبب مهم. المكان ده كنت باجي كل يوم لمدة 4 سنين. المحل اللي ورايا ده H&M، ده كان تاني محل اشتغلت فيه هنا في انجلترا. قعدت شغال هنا 4 سنين. ال4 سنين دول كانوا مهمين جدا بالنسبة لي. لما جيت هنا ما كانش لسه عندي اي خبرة ولا كنت اتعلمت اي حاجة في انجلترا، فكان الموضوع بالنسبة لي لسه صعب. فالمكان ده اتعلمت فيه كتير قوي وخدت منه اكسبيرينس جامدة، ساعدتني ان انا بعد كده اكمل واطلع السلم واحدة واحدة. وانا واقف اصور بالصدفة كده والله لقيت المحل ده فلافل جايز، وصاحبه الراجل الجميل ده احمد. ها؟ مولي. صديقي مولي. احمد شاب من مصر، وما شاء الله عامل الكارت دي فلافل جايز. فهنا في ليدز، فاي حد هنا في ليدز يعني يجي سبورت الراجل ده ما شاء الله 100. اتبسطت جدا ان انا قابلت احمد، ما شاء الله انسان طموح، شاب يعني ما شاء الله عليه، ربنا يزيده ويجعل المحل ده فتحة خير عليه. ولو انتوا في ليدز اي حد هنا في اليو كي يعني يجي يشتري من عند احمد. لو عجبك الفلوج وعايز تشوف فلوجز تانية اعمل سبسكرايب وشير، وانتوا فاهمين الباقي.